أصدقائي، إخواني، أهلا وسهلا. لا شك أن الكثير منكم يتابع هذه الرواية الجديدة واللي عندها علاقة بالكرة طبعا، وعلاقة بمسيرين الكرة. منذ أن نشرت كلمة أو أثرت الانتباه إلى صورة لم تعجبني ولن تعجب أي مغربي يغير على بلده وعلى الرياضة في بلده، وهي الصورة التي كان من أبطالها السيد سعيد الناصري رئيس فريق الوداد. ولكن أنا في الموضوع عزلت السيد الناصري عن الوداد، لأن فرق كبير ما بين رئيس وداد ونادي الوداد الرياضي البيضاوي، فرق كبير جدا. وأنا لن أربط أي اصطدام أو سوء تفاهم بيني وبين غيري بنادي من الأندية، سواء كان رئيس أو مسير أو لا غير ذلك، لأن النادي شيء والشخص المسير فيه شيء آخر. النادي له أصول وله تاريخ وله ثوابت وله مسار حافل في الرياضة. أي نادي ولو أنه لم يحصل على ألقاب، يكفي أنه عاش ويعيش ويساهم في تنمية الكرة بالبلاد. لكن للأسف أن بعض المناصرين للسيد الناصري يخلطون الأمور ويخلطون بين الوداد ومسير في الوداد. السيد الناصري مجرد مسير فقط. هذا المسير صالح ما صالح شيء، أعطاه ما أعطاش شيء آخر، ولكن ما وقع بيني وبينه شيء آخر كذلك. لذلك أرجو أن لا يقحمني أحد في صراع هامشي مع الوداد، فأنا ما نقدرش على الوداد كنادي، ولكن نقدر على مليون ودادي ماشي لا ينتمي للوداد بكل الانتماءات الخلقية والثقافية اللي متداولة بين الرياضيين الأنقياء في المغرب وفي غير المغرب. عندي واحد القصة لا تروى ولا يعرفها إلا القليلون، لأنه القلال في البلاد اللي كيأرخوا وكياخذوا الوثائق وكيعقلوا وكيكتبوا وكيقراوا بحالي. هذه القصة تتعلق بالكرة وتتعلق بالجامعة وتتعلق بالمنتخب الوطني وتتعلق بألعاب البحر الأبيض المتوسط ديال 1971 في إزمير، وتتعلق بالسلوك الرياضي لبعض المسيرين ديال الكرة سواء في ذاك الوقت أو في هذا الوقت، وتتعلق بالوداد. وغريب في الأمر بالوداد، وتعرفون من هذا أو من هذه البوابة من كان رئيس الوداد سابقا، من كان يرأس الوداد في السابقة، ما هي الشخصيات الوطنية، الشخصيات الثقيلة، الشخصيات اش غادي نقول العصامية، الشخصيات اللي ما يقدر عليها حد اللي كانت كتسير في الوداد. وهذا الشيء كما قلت مرة سابقة راه كيبدا من عبد الرحمن، من حاج محمد بن جلول الله يرحمه، ثم بعد منه عبد الرحمن السلاوي، وجات حتى الحسن الجندي في بداية الاستقلال، وبقينا كنشوفوا المسيرين الوداد حتى وصلنا للسيد الناصري سعيد. وغادي نقول لكم من أغرب ما يكون شنو حصل لي مع رئيس ديال الوداد. في 1971 في 14/10/1971 وهو شهر أكتوبر، تقابل المغرب في نصف نهاية ديال بطولة ألعاب البحر المتوسط لكرة القدم اللي كانت في مدينة إزمير بتركيا. لعبنا ديك النصف النهاية مع يوغوسلافيا، كنا غلبنا اليونان ب1-0، والمنتخب المغربي غلب مصر ب1-0، وتقابل في نصف النهاية مع يوغوسلافيا. ويوغوسلافيا كان فريق قوي في العالم ذاك الساعة، لأنه باقي لم يحصل بعد تفكيك ديال المعسكر الشرقي.
وحنا كنا عاد رجعنا من مكسيكو، يلاه داز علينا عام وشي حاجه باش كنا مكسيكو، وكان المنتخب المغربي مازال يحتفظ بهالته وسمعته وصورته الدوليه، ماشي غير الجهويه، وصورته الدوليه. على كل حال لعبنا مع يوغوسلافيا، وقع ما وقع، وكان الحكم هو كاتابيتجا. هاد القصه وقع ما وقع غنعاودها لكم من بعد، لان غنطول، خصني على الاقل واحد الساعه وانا كنعاود نعاودها لكم. يدي وقع ما وقع نعاودها. كان الحكم هو كاتابيتجا، فقرر الحكم من بعد ما رفض المغرب يتابع اللعب بتعليمات من الكوماندون المرحوم بالمجدوب، واللي صاف تدريس الكارتي قال له نزل خرج اللعابه ما يكملوش المباراه. كان داك الساعه في الاستوديو عندنا في الاذاعه طيب الذكر الاستاذ عزيز بالغازي. عزيز بالغازي هذا من احسن المعلقين المنشطين اللي عرفت التلفزيونات العربيه والمغربيه بالخصوص. عزيز بالغازي كان في الاستوديو ديال الاذاعه، فجمعني انا وبالمجدوب في هذا الموضوع. انا كنت ضد فهمتي سحب المنتخب من الميدان، وبالمجدوب كان مع سحب المنتخب لانه هو الناخب الوطني. على كل حال بقينا وجها لوجه. قال السيد بالمجدوب انني سحبت الفريق حتى لا تقع امور اخطر مما وقع. شديته انا من هذه، شديته من القرجيطه. قلت له السي بالمجدوب المفروض في اي مسؤول على منتخب الوطني يكون كيحكم بصرامه اللاعبين ديالو، وما يمكنش يدعي باسباب وهي بحال هذه، واسباب غير رياضيه وغير خاضعه للصرامه ديال المنتخبات والسلوكات المنتخبات الوطنيه. ما كانش خصك تخرجوا، وما كانش خص هذه العقليه تبقى في المنتخب الوطني الا كانت عنده. قال لي شنو المبررات الاخرى؟ قلت له انا نقول لك شنو المبررات الاخرى. المقابله بحال هذه كبيره ما كتبقاش في يد الفريق او الفريقين اللي كيلعبوها، كتولي في يد الراي العام. ذاك الراي العام اللي جا 40,000 خلصات التذكره، والتذكره غاليه لان قلت لكم كان المنتخب الوطني عنده سمعه كبيره. وشو باش يشوفوا 90 دقيقه وربما اكثر من 90 دقيقه، ربما يجي الوقت المضاف تكون 120 دقيقه واكثر وضربات الجزاء. ماشي شيء يشوف 24 دقيقه والمغرب خاسر بواحد 0 ويسحب المنتخب ديالو. يعني باختصار سكتوا. رجعنا للمغرب. انا واحد النهار في المكتب ديالي في الاذاعه وجاني هاتف من تصوروا من رئيس ديال الوداد اللي كان غير داكشي قبل بشي شويه واحد 6 شهور ولا 7 شهور، هو المرحوم احمد الحريزي. احمد الحريزي سقسيو عليه بيضاوه، سقسيو عليه المؤرخين ديال البيضاوه، سقسيو عليه اي درب في الدار البيضاء شكون هو لا في السلوك ولا في الرجوله ولا في المقاومه. هذاك كان مقاوم، ولكن ما كانش مقاوم في الوداد، كان مقاوم من راسو. السي احمد الحريزي كان قيد سابق، ومن بعد هو ودادي ترأس الوداد، وكان شخصيه قويه وصريح، مواجه خطير، لا يكتم في الحق اي جزئيه ولا اي تفاصيل، يقولها ولو كان امامه جيش. السي احمد الحريزي اش قال لي في ذاك التليفون؟ قال لي السي الحياني الله يجازيك بخير، واش يمكن نطلب منك؟ قلت له تفضل السي احمد. قال لي انا كنأدي عليك مصاريف ديال 10 ايام تقضيها ديال العطله في اي بلد من العالم. قلت له السي احمد هادشي غريب عليك، انت ما كتعطي الفلوس للصحفيين، ولو ان الصحفيين ذاك الساعه ما كانوش كياخذوا، ولكن انت ما كتعطيش رشوه للصحفيين، ما كتعطيهمش لا نايبه ولا حتى حاجه. قال لي لا، انت تستحق كل شيء، لان الوحيد اللي شفى الغليل ديالنا وكيقول لنا الحقيقه في الراديو وفي التلفزيون هو انت. وقلال بحالك اللي شفناهم كيواجهوا دوك الناس الخطيرين في الرياضه وغير الرياضه بهذه الطريقه ديالك. دابا انا غنخلص عليك، سير باي ثمن انا مستعد نخلصه،
ودابا اجي عندي المحطه ديال البنزين ديالي راك كتعرفها فين شات في الدار البيضاء، وغتلقى الكادو ديالك. على كل حال باختصار غتقولوا لي مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت، ولكن قلت له ما غناخذش السي احمد هذاك الشيء اللي غادي تعطيني، يكفيني هذه الشهاده ديالك، لان ربما نحتاجها في وقت من الاوقات، انا احتاجيتها الان. قولوا لي واش كاين شي رئيس ولا شي مسير ولا شي شخصيه عموميه، اي شخصيه جماعيه عندها القدره باش يمكن تشجع واحد الصحفي باش يزيد في السلوك ديالو والسيره ديالو؟ هادو النوع ديال الرؤساء اللي كانوا عند الوداد. ورؤساء هاد الوداد راه كلهم دوزتهم انا، الا الحاج محمد بن جلول في الايام الاولى ديالو، وعبد الرحمن السلاوي في الايام الاولى ديالو. من الاستقلال لهنا، من السي حسن الله يرحمه الجندي اللي كان مدير ديال الجمارك الى اليوم دوزتهم كلهم، والاثار ديالهم مازال عندي، ولكن خصوص اثار ديال بعض منهم بحال سي عبد الرزاق مكوار والسي الدكتور الطاهري الجوطي. هادو ناس انا قلت لكم كانوا شخصيات مغربيه، هادو ناس كانوا كيعلمونا حتى السلوك، حتى الخلق في التعاطي مع الرياضه وفي المواقف الصعبه مع الرياضه. لذلك انا كدت استقل من التلفزيون يوم شتم متفرجون عبد الرزاق مكبور، وصلتني الأخبار. الآن باختصار الله يجزيكم بخير، الوداد شيء والمسير فيها شيء، هذه الأولى. الحاجة الثانية، أنا لا أخاف ولو من جيش من العاصين والخارجين على الطريق، لا أخاف منهم، أخاف من حاجة واحدة، هي نكذب على الناس ولا نكون منافق ولا ضعيف جدا وردي في مهنتي الصحفية اللي ضحيت من أجلها كثير، وما كنتمناش شي واحد يرد لي شي حاجة ولا يجي من جهتي، لا، يجي من جهتي الشرفاء وراهم جاو، سواء كانوا خضر أو صفر أو حمر لا يهم، المهم الشرفاء كانوا معايا. وأنا بغيت نسد الملف ولكن ما نسدوش على حسابي، لأن المجزرة اللي وقعت بالنسبة لي والنادي الوسيط، جمعية نادي الوسيط وحماية الذاكرة الرياضية، وقعت المجموعة، وقعت لواحد المنتدى، واحد النادي، واحد الجمعية، واحد الفريق، وكان وقعت لي شخصيا أنا نتنازل عليها، ولكن اللي بغى يتنازل يمكن له يتنازل، أما أنا فيمكنش نتنازل. يمكن حاجة واحدة، الاعتراف بالخطأ هو فضيلة، الاعتراف بالجميل هو فضيلة. أنا ما كنبغيش أعترف لواحد بالجميل، اعترف بالخطأ إلا غلط فيا ولا غلط في صحابي أصدقائي. إلى اللقاء.